تصور روحك في اواخر ليزاني 50 وتلقى التلفزة عملت لك دوك عصبة تشلي شجرة سباجيتي باز ماشي تجد عليك. اما هذه كانت البوسون دافريل تاع التلفزة في الانجلتير، ويجا نعملوا طلع على كعبة لاتوم اللي تفرق ما بين البوسون دافريل والفيك نيوز. عام 57 لو 1 افريل البي بي سي تعدي اقوى برانك في تاريخ التلفزه، وتعدي دوكيومنتير على سباجيتي كيفاش في سويسرا قاعدين يجمعوا فيها في موسم الحصاد، وقالوا لهم يا عباد تفرجوا كيفاش الفلاحه تعبين على خاطركم باش يخرجوا لكم سباجيتي كلها فرطول، واللي هي حاجه مش سهله حتى طرف. الانجليز طلعوا الكل يخموا كيف عبد الحميد وكل ديهم في كروشهم. جت عليهم الحكايه، وبدات التليفونات تخبط على البي بي سي وعباد تسال وتلوج كيفاش تجيب الشجره هذه. 1980 بوسطن 7 كيما تونس 7 عنا دون لو طون، هبطت بلاغ على بركان كرشو مش مهنيته وعملها، وكرماد بدا يهبط على القرى اللي بحذاه وبدات تهبط في الفيديوهات وفي التصاور. ما كفاهمش هذا الكليكا وزادوا عملوا مونتاج فيه صوت الرئيس يقول راهي الحكايه سيريوز وماهيش تفدليكا، وفي اخر التسجيل يخرج المذيع هز بلاكه كتب عليها بوسون دافريل. السيد ما تفرج فيه حتى حد، والعباد وينهم؟ بيان سور هربوا. العباد في اللحظه ذيك يحضروا في سيكانهم ويكلموا في 911 ومش فاهمين حتى شيء. اعطيهم في اللحظه هذيك يمنعوا من الكارثه. حاسيلو بوسطن 7 قعدت في الحشمه ومولى الفكره طردوه. 300 كيلومتر بعيد على عمان في مدينه اسمها الجفر في الاردن، نهار 2 1 افريل 2010. عباد لا خدمه لا قرايه على خاطر قاموا الصباح على خبر في الجريده يقول اللي فما الينز هبطوا بحذا البلده متاعهم، صحون طائرة ومجسمات، وقالت الجريدة اللي ضووا البلاد وقصوا الكوميونيكاسيون. سي رئيس البلدية كيما أي مسؤول قرأ الخبر كلم الأمن والبوليسية اللي عنده الكل، ويبداو بتنفيذ خطة يحميوا بها رواحهم وتفعيل حالة طوارئ على خاطر حكاية فيها الينز وبرشا حاجات ما يعرفوش عليهم شنو. بخلاف حالة الخوف اللي دارت ما بين العباد، خموا يعملوا حالة إجلاء الأكثر من 13,000 مواطن. الجريدة سمعت اللي فما حالة ذعر صارت في المدينة. يا أخي خرج رئيس التحرير وقال سامحونا الولاد حابين نفدلكم معاكم شويه بوسون دافريل. في الوقت هذاك كل عام لازم تزرف هوت افريل وتخرج عن السيطره، ومن تفدليكا تتحول الى فيك نيوز. ما بالك تويكا في عصر السرعه والبارتاج والريتش واللونجاجمون، ازرب روحك ما عادش بكري، وين اكثر حاجه رونتابل هي انتباه العباد. هذاك علاش فما برشا ديزيكسبير وصحفيين قاعدين يخموا اللي عاده البريمير افريل لازمها تمنع على قطاع الصحافه والميديا الكل باش المعلومة تقعد مقدسة. مثلا جوجل منع على روحه عادة البوسون دافريل في 2020 و 2021 بحكم ظروف الكورونا، وفي البريود هذيك حسينا خطورة الفيك نيوز والامباكت متاعها. مثال صغير في تونس، سوم ثم تفرقع بعد ما هبطوا ديزارتيكل يحكيوا على الفوائد متاعه وأهميته في محاربة فيروس كورونا، بخلاف ديزارتيكل متاع انتي فاكسيناسيون ونظرية المؤامرة متاع شكون عملها وعلاش ووقتاش وشكون رابح وشكون خاسر. هي من الاخر البوسون دافريل تفدليكا، وكما قالت ماري بيلتيه مؤرخة وسبيسياليست في نظرية المؤامرة انها مسحة وليست مؤسسة تضليل ايديولوجي. هو الحاجة الباهية في البوسون دافريل انه العباد شكك في اي خبر يهبط، اما ماذا بينا لو كان الحس النقدي هذا يقعد على طول العام.